المشاهدون الأكارم سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية نستهلها بالعناوين. أعضاء جمعية الدفاع الأولى للخدمة الوطنية يغرسون الشتول في ساوة. عقد اجتماع لتقييم عملية التعليم والتعلم في مدينة عرزة. المواطنون يعبرون عن فرحتهم بانتصارات الدراج بن نيانغماي بالخروج إلى الشوارع. رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن مراجعة شاملة لتمويل الدفاع والأمن. انهيار أرضي في نيبال يودي بحياة 66 شخصا على الأقل وفقدان العشرات. و4 دول أوروبية تتفق على تطوير صواريخ كروز بعيدة المدى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أجرى منتسبو الدفاعة الأولى بالخدمة الوطنية اليوم 12 من يونيو حملة لزراعة الأشجار بالتنسيق مع مركز تدريب الخدمة الوطنية، وذلك بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس ساوة وبدء الخدمة الوطنية. وقال عضو جمعية الدفاعة الأولى السيد يوناس أبراهام إن الهدف من هذا الحدث هو إحياء ذكرى الشهداء وترك بصمة دائمة لمنتسبي الدفاعة الأولى في ساوة. وأشاد بمركز تدريب الخدمة الوطنية لتوفير الأرضية لعملية التشجير، وقال إن كل مواطن لديه مسؤولية وطنية للعمل بجد في زراعة الأشجار والحفاظ عليها من خلال زيادة فهمهم. ومن المعروف أن جمعية الدفعة الأولى للخدمة الوطنية التعاونية تشارك في التبرع بالدم وتعليم الطلاب الفقراء وتوفير المواد التعليمية للفقراء وخاصة في مجال التنمية البيئية. من ناحية أخرى أقيمت ندوة لمنتسبي الدفعة 36 بمناسبة الذكرى 30 لبدء الخدمة الوطنية. وأوضحت الندوة التي ركزت على تجارب الدول أهمية فوائد الخدمة الوطنية في ظل الأعمال الدعائية المفتوحة وبرامج البناء في النضال من أجل إريتريا. عقد اجتماع بمدينة عرزة يوم 4 من يوليو لمراجعة السير العام الدراسي 2023-2024 وتقييم عملية التعليم والتعلم. وناقش التقييم الذي حضره إداريون ورؤساء فروع الوزارات والاتحادات وأعضاء مجلس النواب وآخرون أوضاع المدارس والطلاب والأنشطة الثقافية والرياضية والوظائف التنظيمية وجوانب أخرى. ووفقا لرئيس مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ فهيوة ولد قرقيس، لقد نجح هذا العام 91.3% من أصل 26,604 طالبا ابتداء من الصف الأول إلى 11 بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت نسبة النجاح 10%. وحث مدير المديرية السيد رؤسام كفل مريم الجهات المعنية بشكل عام والمعلمين ومديري المدارس والمشرفين بشكل خاص، حثهم على العمل الجاد لتحقيق نتائج أفضل. وذكر قائد الفرقة 71 المقدم تكي جبراي أن جودة وكفاءة التعليم ليست مهمة متروكة للمعلمين وحدهم، وحث أولياء الأمور والجهات المعنية وخاصة الإدارات على زيادة مساهمتهم للتخفيف من حدة المشاكل. توجد 51 مؤسسة تعليمية في مديرية عرزة. تم التذكير في الحفل الختامي الذي أقيم يوم 9 من يوليو بمواصلة برنامج تعليم الكبار في مديرية كرن. وذكر مدير مديرية كرن السيد رزاني أرآية أن تعليم المرأة يعني تعليم المجتمع، وأن البرنامج ظل يحقق تقدما ملموسا بمساهمة إدارة المديرية وكافة هياكلها في القضاء على الأمية بين الأمهات اللاتي ابتعدن عن تعليمهن بشتى الطرق. وقال إن التعليم ليس له حدود عمرية، وأن الإدارة تعاونت مع المشاركين للاستمرار في المستويات الأعلى. ودعا رئيس متابعة إدارات الضواحي في كرن السيد بخيت قبطان إلى تكثيف الحملات مع تزايد أعداد المقاطعين مقارنة بالعام الماضي. ومن بين 104 أمهات مسجلات في برنامج تعليم الكبار في 4 محطات هذا العام، أكملت 71% تعليمهن بنجاح. تبرع موظفو الحكومة بمديرية مندفرة بأكثر من 265 ألف نافة ل 65 أسرة من أسر الشهداء.
وقال منسقو المبادرة إنه لقد تم في حفل أقيم يوم 6 من يوليو توزيع المساعدات على شكل حبوب ومواشي على أسر الشهداء في 15 ضاحية. من ناحية أخرى تولت جمعية أصحاب سيارات الأجرة بالمديرية مسؤولية 5 أسر من أسر الشهداء منذ يوليو الماضي حسب ما قال رئيس الجمعية عبد الحفيظ جهارة. وفي كلمته بهذه المناسبة أشاد مدير المديرية السيد هزقياس وهبت بالمبادرة التي اتخذها موظفو الحكومة، وقال إن هذه المبادرة المثالية يجب غرسها كثقافة. قام مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي بتدريب 209 شخصا قدموا من 12 مديرية في العلوم الاجتماعية. في ختام التدريب المرفق بالفيديو الذي عقد في مدرسة دك أمحرة للهندسة المعمارية في الفترة من الأول إلى 9 من يوليو، أشاد السكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم السيدة أمة نجوسة بمساهمة الإدارات في نجاح البرنامج، وأوضحت أن مثل هذه التدريبات تؤخذ على محمل الجد نظرا لأهميتها. وشكر مسؤول الشؤون السياسية بمكتب الجبهة في الإقليم السيد إدريس علي للمتدربين على اهتمامهم. وفي الحفل الذي تخلله عرض ثقافي تسلم المتدربون شهادات من قائد مركز تدريب القوات الأمنية والشرطة العميد آدم كوكل ومدراء المديريات. لقد أصبح الدراج الإرتري المتألق بنيام قرماي المحترف في صفوف نادي انترمارش وانت البلجيكي الذي يتنافس بقوة في طواف فرنسا للدراجات الهوائية في النسخة 111 أصبح أحد أقوى الدراجين، وحصل على لقب أول دراج إفريقي ذو البشرة السمراء يفوز بمرحلة في تاريخ طواف فرنسا للدراجات، وقد كرر الفوز في المرحلتين 8 و12 ليصنع المزيد من التاريخ الناصع. فيما يلي نتابع لقطات تعبر عن فرحة وسعادة وفخر المواطنين ومشاركتهم الفرح العارم في شوارع أسمر الرئيسية، وذلك بفوز الدراج الإرتري المتألق بنيام قرماي بالمرحلة 12 من طواف فرنسا في 11 من يوليو، وهو الفوز السادس له خلال مراحل الطواف الكبير. فلنتابع بعد اللقطات المعبرة عن الفرح العارم جمعها وكيل وكالة الأنباء الإرترية في الإقليم الأوسط يوناتان يعوبيا وروبيل مارسا. Hotels bring Arnaud Démare through to try and win his first stage since 2018. Cavendish is a little bit swamped in the middle. Démare gets ready. Wow, Van Aert is there. Van Aert on the left-hand side goes in the barriers, and it's Arnaud Démare. How did Van Aert look punch there? Arnaud Démare all the way. Arnaud Démare getting challenged by Girmay. Wow, Van Aert, who's going to take it? Girmay wins his hat-trick of stages in the Tour. كان هذا جزء من فعاليات الحفل المعبر عن الفرحة العارمة في شوارع أسمرة. نتمنى للدراج بنيام مزيد من الانتصارات في هذا الطواف والحفاظ على المكتسبات.
فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستبدأ مراجعة شاملة للدفاع والأمن الأسبوع المقبل، وذلك لتحديد آلية زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حث الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي الناتو على زيادة الإنفاق العسكري. وذكر ستارمر في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية بريطانية أنه أمر على الفور بإجراء مراجعة شاملة من شأنها تأمين بريطانيا في المستقبل دفاعيا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تهديدات متعددة في الداخل والخارج، مشددا على أهمية الاستعداد للدفاع عن أنفسهم. وستأخذ المراجعة في الاعتبار الأولويات العسكرية للمملكة المتحدة والاستثمارات المطلوبة، وتأتي وسط الضغوط عبر حلف الشمال الأطلسي لتوجيه المزيد من التمويل إلى القدرات الدفاعية الأوروبية. وكان جون هيلي وزير الدفاع البريطاني قد أكد على أن الأولوية الأولى للحكومة البريطانية هو الحفاظ على سلامة البلاد، ولهذا السبب ستتم زيادة الإنفاق الدفاعي وإطلاق مراجعة دفاعية استراتيجية. لقي ما لا يقل عن 66 شخصا مصرعهم وفقد العشرات وسط نيبال إثر انهيار أرضي جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر. وقع الانهيار الأرضي في منطقة شيتوان على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب العاصمة كاتماندو، حيث جرفت كتلة هائلة من التربة حافلتين كانتا تقلان 66 شخصا على متنيهما إلى نهر تريشولين. وأعرب رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال دهال عن حزنه إزاء الحادث، موجها السلطات المعنية بإجراء عمليات البحث والإنقاذ. ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة. وقعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا خطاب نوايا لتطوير صواريخ كروز تطلق من الأرض ويزيد مداها على 500 كيلومترا لسد فجوة في الترسانات الأوروبية. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية أن الوثيقة التي وقعها وزراء الدفاع بالدول الأربع تتيح إجراءات تعاون ترمي إلى تعزيز قدراتنا العسكرية وتطوير القاعدة الصناعية والدفاعية الأوروبية. وفتحت الوزارة الباب أمام شركاء آخرين للانضمام إلى المبادرة. من جهته ذكر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن الصاروخ الجديد هدفه الردع، وأضاف هذا الأمر ذو قيمة بما في ذلك على صعيد الميزانية. وجاء التوقيع على الوثيقة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة وألمانيا أنهما ستبدأان نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى على الأراضي الألمانية عام 2026، بما في ذلك صواريخ SM-6 وتوماهوك وأسلحة فرط صوتية. وتندد موسكو بنشر الصواريخ وتعتبره تهديدا خطيرا للغاية لأمنها القومي. تسبب ارتفاع مفاجئ في النشاط البركاني لجبل إتنا الإيطالي ليسجل أعلى بركان في أوروبا، مما أثار الذعر في نفوس الأهالي وأجبرهم على التهجير، فيما أصابت المنطقة بالشلل، وذلك من تأخير العديد من الرحلات الجوية في مطار كاتانيا. واستنتج المعهد الوطني للفيزياء الأرضية وعلم البراكين في كاتانيا أن الرماد البركاني لجبل إتنا وصل إلى ارتفاع مذهل بلغ 4.35 كيلومترا في الهواء، وتسبب هذا في إغلاق المجال الجوي بالقرب من المطار مؤقتا، لكن الخدمات استأنفت الآن. وبسبب ارتفاع النشاط البركاني في جبل إتنا تم إلغاء أكثر من 90 رحلة جوية ذهابا وإيابا في مطار كاتانيا، وقد أثر ذلك على حوالي 15,000 مسافر، حيث تم إلغاء 42 من رحلاتها. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. أعضاء جمعية الدفاع الأولى للخدمة الوطنية يغرسون الشتول في ساوة. عقد اجتماع لتقييم عملية التعليم والتعلم في مديرية عرزة.
المواطنون يعبرون عن فرحتهم بانتصارات الدراج بنيام قرماي بالخروج إلى الشوارع. رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن مراجعة شاملة لتمويل الدفاع والأمن. انهيار أرضي في نيبال يؤدي بحياة 66 شخصا على الأقل وفقدان العشرات. و4 دول أوروبية تتفق على تطوير صواريخ كروز بعيدة المدى. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.